موسم 2002-2003 كان موسم غريب جدا. الموسم ده في بطولة الدوري حرفيا ينطبق عليه مثل: كانت في بقك وتقسم لغيرك. الأهلي طول بطولة الدوري كان هو اللي في الصدارة، وفجأة في الآخر الزمالك هو اللي يفوز بلقب الدوري. موسم بيرجعنا لأيام زمان، زمن الكورة الجميلة، الكورة الجميلة الحقيقية اللي بجد اللي كانت في مصر زي ما احنا شايفين كده. الأهلي والزمالك والاتحاد والإسماعيلي وبلدية المحلة والمنصورة. الأهلي كان بيلعب أسوان، والزمالك كان بيلعب جلدي، والاتحاد كان بيلعب الإسماعيلي. الأهلي والزمالك كانت المنافسة شرسة ما بينهم. الأهلي بينجح إن هو يفوز على فرقة أسوان بنتيجة 5-0، والزمالك في مباراة دراماتيكية بيفوز على فريق جولدي 4-2. الأهلي ما كانش بيستنى، والزمالك نفس الأمر. حسام حسن بهدف ولا أروع بيفتتح أهداف المباراة لصالح الزمالك، والنجم أحمد صلاح حسني بيسجل أول الأهداف للأهلي. رضا شحاتة وأحمد بلال ما بيستنوش، بيسجلوا 3 أهداف ورا بعض. والزمالك وجولدي كانوا بيعافروا مع بعض، وائل الأباني ونجوم نادي جولدي كانوا بيسجلوا، وطارق السعيد كان بيسجل. ويجي النجم وليد صلاح الدين بآخر أهدافه بقميص النادي الأهلي بيسجل خامس الأهداف للأهلي قصاد أسوان. مش قادرين ننسى الكرة الجميلة والمباريات القوية اللي كانت زي النهاردة كده من 23 سنة، الخميس 7 ربيع أول 1424 الموافق 8 مايو 2003. ما ننساش الكرة الجميلة اللي احنا بقينا مفتقدينها دلوقتي.